هنعمل النهاردة تتبيلة مشويات خطيرة. هنعمل كفتة مشوية، كفتة لحمة وكفتة فراخ بتتبيلة رهيبة حلوة جدا. طعمها أحلى من الجاهز من بره وأطعم كمان وجوسي. هنعرف ازاي التفاصيل بتاعتها وتكاتها وازاي ما تفكش مننا على الشوي بتاعتنا وتبقى حلوة من غير أي إضافات ولا بيكنج باودر ولا كربونات ولا أي حاجة خالص. لو أول مرة تشوفونا ياريت تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير. اول حاجه نبتدي كلامنا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معانا نص كيلو من الفراخ متقطعه قطع، وراك او صدور عادي، انا مستخدمه صدور. وهضيف عليها معايا دهن. انا مستخدمه دهن بقري، ولو بتحبوا دهن البتلو بيديها طعم احلى، اللي بيحب طعم البتلو. وللتتبيله بتاعتنا فلفل رومي 2، بصلتين مقطعاهم مكعبات، بقدونس 4 فصوص توم، وفلفل الوان. تمام كده. هنحط معانا اللي هي في الكبه، هنحط معانا الفلفل والبصل والثوم والبقدونس، ومعانا 4 فصوص ثوم، وهنحط الفراخ كمان، وهنحط الدهون اللي معانا اللي هي الدهن، وهنحطهم مع بعض ونطحنهم كويس جدا خليط مع بعض لما يوصلوا للقوام ان هو كله يتخلط مع بعضه ويتعمل كويس. شايفين بنخلطه ازاي؟ لما نوصل للقوام المظبوط. اهم حاجه نتاكد كويس ان الدهن اللي معانا اتفرم كويس مع الفراخ والفلفل والبصل وكله اتفرم مع بعضه كويس جدا ووصل للقوام دوت. هو ده القوام المطلوب كويس جدا لكفته الفراخ. هنزل بقى معايا الكفته ديت في الحله بتاعتنا او الطبق، وابتدي احط البهارات بتاعتنا. معلقه ملح كبيره، معلقه بابريكا، رشه كمون، رشه كزبره، معلقه كبيره من بهارات الفراخ، ورشه جوز الطيب، ورشه فلفل اسمر. وهكتب لكم البهارات كلها تاني. واقلبه مع بعض كويس جدا لما تشرب التتبيله كويس. وهدخلها التلاجة ليله كامله او في الفريزر ساعتين على الاقل. ده اللي هيخلي معايا الكفته ما تفكش مني على الشوايه من غير ما نحط كربونات وبيكنج باودر اي حاجه خالص. مش هنحط لها اي حاجه. كفته اللحم بقى هنستخدم فيها حاجتين بس، بصل وبقدونس، مش هضيف عليها اي حاجه تانية خالص. هصفي البصل ده كويس من الميه بتاعته عشان هو ده اللي هصبع بيه، واحط عليه رشه ملح ورشه فلفل اسمر عشان ده اللي انا هصبع بيه. وهجيب بقى اللحمه بتاعتي وهنزل بيها اللحمه مع البصل والبقدونس اللي انا قطعته قطع صغننه، والبصل ما فيهوش ميه. وهحط عليها ملح وفلفل اسمر ورشه كزبره ناشفه خفيفه خالص، بس كده. وهتبلهم مع بعض، اقلبهم مع كويس جدا مع بعض على اساس ان هي تشرب مع بعض، والفلفل والملح تبقى مظبوطه، مش ناقصه لا ملح ولا اي حاجه خالص. وهسيبها ليله كامله في التلاجة. ده هيخلي معايا الكفته ما تفكش خالص نهائي على الشوايه. هجيب بقى الشوايه بتاعتي وهشغلها قبل ما ابتدي ان هي تبقى سخنه، ما احطش عليها الكفته وهي لسه ما استوتش. هبل ايدي بالتتبيله اللي انا عملتها وابتدي اصبعها بالشكل ده كده وبالحجم اللي تحبيه. عايزاها تخينه شويه كبيره شويه، ده بقى انت ماسكه، يعني انت المتحكمه في الموضوع ده. المهم هنصبعها بالشكل ده كده ونسخن الشوايه بتاعتنا على حسب الشوايه، شوايه فحم او شوايه بالكهرباء او شوايه اللي هي على البوتاجاز، او ممكن تحطيه في صينيه وتدخليها الفرن. يعني طريقه الشوي بتاعته كلها مختلفه بس النتيجه واحده. والدهون اللي احنا حطيناها وفرمناها مع الفراخ هتخلي طعم الكفته رهيب، كانك جايباها احسن من بره، عامله كباب فراخ. يعني طعمها بجد حلو قوي. مش محتاجه تحطي كمان فحمه وان هي عشان تطلع ريح معاها، ما تطلع ريحه الشوي الفحم، مش محتاجه. هي طلعت الطعم بتاعها كانك شوياها بجد على الفحم على طول. هصبع معايا الكميه كلها اللي معايا وهنزل عليها على الشوايه، وطبعا هنبدا نقلبها بقى ونشوي زي ما احنا عايزين. لو عجبكم الفيديو والطريقه يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. وشوي كمان جنبك على الشوايه، تشوي عليها فلفل، تشوي عليها للسلطه بتاعتك اللي هتعمليها، واحنا كده شغالين بنشوي جنبنا. ونعمل سلطه البابا غنوج وسلطه الطحينه، ونعمل كمان سلطه بنكر. الحاجات دي طبعا تبقى جنب الشوي روعه. بس كده احنا شوينا كفتة الفراخ اهيت وما فكتش معانا ولا ان هي فتحت مننا ولا اي حاجة خالص، وما استخدمتش كربونات ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة خالص، والطعم والريحة رهيب بجد. شايفين الجمال؟ وما فكش معانا قصادنا ولا حاجة، ولا كش مننا ولا اي حاجة خالص. بالحجم اللي احنا صبعناه هو اللي طلع لنا بيه. طريقتها حلوة قوي وسهلة جدا. كده احنا خلصنا كمية الفراخ اللي معانا، هنبتدي نشوي بعديها كمية لحمة الكفتة اللحم. وزي برضو ما عملناها هنصبحها بالمية البصل. مية البصل كنا حطينا عليها رشة ملح وفلفل اسمر،
وبس كده. هبتدي اصبعها زي برضو الحجم اللي احنا عايزينه. واهم حاجة قلنا نبيتها في الليلة كاملة في التلاجة، او هنحطها ساعتين على الاقل في الفريزر عشان ما تفكش مننا على الشوايه. مش هتفك خالص مننا لو مشينا على نفس الطريقة بالظبط ان احنا والتعليمات. هي مش هتفك مننا ومش هتحتاج تحط لها اي حاجة عشان هي ما تفكش مننا، او ان هي ما تنفش مننا او تكش او الكلام دوت. لا، هي معلهاش خالص غير اللحم بتاعها وبقدونس وبصل معانا ورشة ملح ورشة فلفل اسمر، والكزبرة الناشفة ديت بتدي طعم حلو جدا للكفتة. بس كده. وشويت الكمية اللي معايا وادتني كمية حلوة جدا، ادتني كمية كبيرة بجد، نص اللحمة مع المقادير. احنا حطينا يعني يعتبر الورق بتاع البقدونس حزمتين بقدونس مع بصلتين كبار يا اما 4 وسط. وصفيناهم كويس جدا. بجد الطريقة سهلة جدا ورهيبة، مع سلطة الطحينة طعمها فوق الخيال، كأنك بجد شوياها على الفحم. طعمها حلو قوي قوي ورهيب، كأنك جايباها من بره واحسن بجد كمان. طريقتها سهلة جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة ولايك وشير كتير كتير. جربوا التتبيلة ديت، قولوا لي ايه رأيكم فيها وايه رأيكم في التتبيلة، وهستنى رأيكم في الكومنتس. جربوا التتبيلة ديت وقولوا لي ايه رأيكم، هستنى الكومنتس بتاعتكم. زي ما قلنا كفتة الفراخ حطينا التتبيلة بتاعتها. فلفل رومي احمر، فلفل اللي هو الاحمر الالوان، معاها 2 فلفل رومي. لو عايزينها حامية شوية ممكن نحط قرن فلفل معاها حامي. كمان عليها بصلتين مقطعها مكعبات و4 فصوص توم وبقدونس، وفرمنا ومكسنا الكلام ده كله مع بعض. والبهارات اللي معانا رشة جوز الطيب، رشة بقدونس، نص معلقة كمون، نص فلفل اسمر، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة بهارات فراخ. اديتها طعم خطير جدا مع بقى الطحينه بتاعتنا مع سلطه البنجر بابا غنوج. الف هنا وصحه عليكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع العيش ده كمان انا خبزاه في البيت، بيدي طعم العيش الشامي او للمشويات خطير بجد. خبزه سهل جدا وبيستوى على الطاسه على البوتاجاز من فوق. طريقتها حلوه جدا والتتبيله حلوه جدا وسهله خالص، ممكن تعمليها في البيت. شوفوا الجمال، حاجه فوق الخيال، طعم وريحه وبجد وهم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه لمة العيله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.